شعارات حتى في المجالس الخاصة والمجالس العشائرية والقبلية، حتى الزعماء والرؤساء والحكومات السابقة، الحكومات الدكتاتورية التي جثمت على صدور الأمة العربية والإسلامية، كيف استطاعت أن تتغلب على الأمة؟ لو تأملنا خلال 100 سنة بعد سقوط الخلافة العثمانية جاءتنا أنظمة دكتاتورية، أنظمة وظيفية. هذه الأمة استطاعت أن تتغلب. كيف استطاعت أن تتغلب على شعوبها؟ رفعوا شعارات القومية، الاشتراكية، الشيوعية، الماركسية، اليسارية، بشعارات، وصرنا أمة يجرب بها كل شيء، لأن الأمة تعشق الكلام وانفعالية ولا تصغي إلى مشاريع. هذا الإنسان الذي يتكلم ويبرز عضلاته بنا اليوم عندنا الأجندة الفلانية أو الأجندة الفلانية أو اليوم شعار القومية. أين برنامجك؟ برنامجك كزعيم، أين برنامجك كرئيس، كمفكر؟ حتى المفكرين اليوم من يتكلم ومن يطرح مشروع الفكري لازم يكون هذا الإنسان عنده برنامج معين، يريد نهضة، يريد فكر، يريد توعية. أي إنسان لا يمتلك مشروع ولا يمتلك أي رؤية هذا إنسان فاشل. لذلك تمت السيطرة على عقولنا من قبل أنظمة استبدادية ودكتاتورية، واستطاعت أن تسيطر على عقول الشعوب العربية والإسلامية. يبدأ الفرد بنفسه. أنا تكلمت بأكثر من مثال، أنا قلت الأنظمة وقلت الإعلام وقلت كل هذا، أن هذه كلها روافد ثقافية تصب على عقل المشاهد العربي، وبالتالي المشاهد المسلم هو فرد بالتالي يتأثر بكل هذه الروافد: الحكومة، النظام، رئيس، زعيم، شاعر، مفكر، أديب. كل هذه الروافد تصب بعقل الإنسان العربي والمسلم.